السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات قناتكم كورة في الجول. وقبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين دايما، كل عام وحضراتكم بخير. نصلي كلنا على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مرتضى منصور مين هيحاسبهم؟ كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق خسائر النادي بعدما حصل على غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية على حد وصفه. وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال تواجده في المحكمة: لما أنا مشيت كان في حساب نادي الزمالك مبلغ 100 مليون جنيه، ولكن كان محجوز عليها ممدوح عباس. لما فك الحجز خدوهم ودفعوا المديونيات الخارجية وفكوا القيد. يعني المجلس الحالي ما عملش حاجة جديدة. دلوقتي يوجد جهاز فني أجنبي في الزمالك يحصل على راتبه بالدولار، ولاعبون أجانب يحصلون على راتبهم بالدولار أيضا، وأنت تحتاج للعملة الصعبة. ولكن اللي عمله كهربا في النادي ودفعوا الغرامة بالجنيه المصري لصالح مين؟ وقيام المجلس بحساب الدولار ب30 جنيه، يعني خسروا النادي أكتر من 100 مليون جنيه. طيب مين هيحاسبهم؟ المجلس الحالي لم يقم بتضحيات مادية لأجل النادي، ولكنهم حصلوا على قرض قيمته 4 مليار جنيه من أجل حل الأزمات، وأنا رفضت ذلك من قبل. جدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن خلال الفترة الماضية حل أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، والحصول على قيمة الغرامة المستحقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 2 مليون و476 ألف دولار. بطولاتي أكتر من حسن شحاتة وفاروق جعفر. بشير التبعي يثير الجدل. وجه بشير التبعي نجم الزمالك السابق تصريحات قوية بشأن مسيرته داخل القلعة البيضاء وحصوله على عدد بطولات أكثر من لاعبين كبار للنادي الأبيض. وقال إن بطولاته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك أكثر من حسن شحاتة. وقال بشير التبعي في لقاء تلفزيون على قناة ETC أن بطولته أكثر من حسن شحاتة وفاروق جعفر، وهو أمر معروف للجميع. وأوضح التبعي أن الثنائي حسن شحاتة وفاروق جعفر من أساطير القلعة البيضاء، لكنه بالبطولات يتفوق عليهم ويكن لهم كل احترام وتقدير. وبخصوص محمد عواد حارس جيد ويجب بقاؤه في الزمالك، وكل فريق يقوم بضم لاعبين على حساب احتياجاته الفنية، واللعب في الأندية المتوسطة يختلف عن الأهلي والزمالك. عبد الله السعيد: كنت سأختار الزمالك حتى لو قدم الأهلي نفس العرض لضمي. كشف عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي الزمالك أنه كان سيختار الانتقال للفريق الأبيض حتى لو قدم له النادي الأهلي نفس العرض الذي قدمه النادي الزمالك لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، موضحا كواليس عودته من الاعتزال الدولي. وقال السعيد في برنامج رامز جاب من الآخر عبر قناة MBC مصر: كنت سأختار الزمالك حتى لو قدم الأهلي نفس العرض لضمي. الجهاز الفني لمنتخب مصر تحدث معي قبل بطولة أفريقيا الماضية ورحبت بالعودة للمنتخب، ولكن لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. وكان عبد الله السعيد لاعب الزمالك قد حل ضيفا على برنامج رامز جاب من الآخر برفقة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي. وانتقل عبد الله السعيد لصفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من صفوف فريق بيراميدز. وأنا بس عندي تعليق هنا: هو كان الأهلي أصلا أنت مشيت من الأهلي، فكان الأهلي مش هيرجعك ولا هتدخل النادي تاني. هيقدم لك عروض في إيه؟ الأهلي ما بيقدمش عرض في لاعب مشطب كورة، في لاعب خلاص بينه وبين الاعتزال حاجة بسيطة. يعني كهربا صفقة إمام عاشور أقوى من صفقة عبد الله السعيد، ولم أكن أعلم بانضمامي للأهلي بعد الرحيل عن الزمالك. محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي يرى أن صفقة انضمام إمام عاشور زميله في الفريق أقوى من صفقة انضمام عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي. وبكده نكون وصلنا لنهاية أخبار النهاردة، على مع وعد بلقاء آخر إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وكل عام وحضراتكم بخير. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك المزيد من فيديوهاتنا القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.